الاسطوانه اللي انتوا عاملينها دي تمام، ما بتبصش ليه لادارتك؟ المشكله الرئيسيه بقى اقول له انا بتكلم فيها بن شرقي، واخد ان بن شرقي ده كان زملكاوي وكان بيلعب في ناشئين الزمالك وكان محبوب، وده الراجل ده زملكاوي اصيل وعمره ما هيعمل ومش عارف ايه. هو مش مشكله ان هو يلعب بره، المشكله ان هو جاي النادي الاهلي. المشكله مش يلعب في اي فريق بعيد عننا، لا، المشكله ان هو جاي النادي الاهلي، هي دي المصيبه. هي دي المصيبه، اي حاجه فيها النادي الاهلي تزعلني تضايقني ما تفرحنيش. مسكت في امام عاشور وقلت عليه كوبري وخدت المباراه لحد ما امام عاشور طلع بنفسه في قناه النادي الاهلي مع كابتن احمد شوبير وقال لك انا لا، انا كلمت اداره نادي الزمالك ومحدش رد عليا وقالوا لي ادفع الفلوس عشان احنا مش معانا فلوس. حد طلع رد؟ والله ما حد رد لغايه دلوقتي اهو، لغايه دلوقتي اهو، وانت مصدق نفسك ان امام طلع كوبري عشان يرجع النادي الاهلي والحوار ابن الهبله ده. طيب بن شرقي ماسك لي ان هو زملكاوي وبن قلبي وعملت عليه شعار ومش عارف ايه، والراجل ده بيحب نادي الزمالك، وهو لو بيحب نادي الزمالك كان مشي، او لو بيحب نادي الزمالك كان طلب فلوس زياده، ولو بيحب نادي الزمالك كان وافق على اي عرض جاله حتى لو ما ببصش للدور اللي راح له. نادي الزمالك نادي مش قليل، نادي كبير، نادي كبير، بس انت اللي مصغره، انت اللي مصغره عشان انت بتبص لغيرك ما بتبصش. خليك في حالك، شوف ادارتك بتعمل ايه، شوف ان انا ما عنديش فلوس ليه. لما جالك عرض زيزو ب6 ولا 7 مليون من الدوري السعودي ما بعتوش ليه؟ اتمسكت بيه ليه؟ هو لاعب هيغير الكون؟ اللاعب ده هو اللي هيغير الكون في النادي؟ والكلام ده لازم هو بيزعلك، ما هو الكلام ده بيزعلك. لما زيزو رفض وعايز فلوس، عايز 100 مليون في الموسم، رحت انت طالع وهاجمته زيزو، يا زيزو انت مش عارف ايه، والاداره اكبر منك ونادي الزمالك اكبر منك دلوقتي ما رحتش ليه الاداره من الاول؟ لو انت بتفهم كوره، ما هو احنا جمهور بنشجع بظهره اهو، لو انت بتفهم كوره صح وبتفكر صح وبتحسبها صح، ال6 مليون دولار او ال7 وال8 مليون دول هيجيبوا لي كام في النادي؟ وهجيب بيهم كام صفقة أجنبية؟ وهيحلوا لي مشاكل كتير. لا في قفقة تاني، وهفكر ان اللاعب اللي هيمشي ده هيمشي معايا بسبب ايه؟ انا مثلا جايب اللاعب ده، انا طول ما انا شايف بره وماشي ورا المنتقدين ورايا، المنتقدين هم اللي بيتكلموا دول واسقف له ان هو فاهم يعني وبيرد وكلامه منطقي وحافظ ومش فاهم ومش عارف ايه. اللي انت ماشي وراه ده، اللي انت ماشي وراه ما هو مغرقك اهو. انت في ايه ولا في ايه؟ باصص لي في الصفقات اللي انا والصفقات دي اللي انا بعملها عشان الدوري المصري. والله لو على الدوري المصري والله ازعل على الفلوس اللي احنا بتتصرف دي في النادي الاهلي، والله هزعل ان هي على الدوري المصري. ما ازعلش ده، انا والله ازعل. دوري مصر ايه اللي انا عشان اجيب له الصفقات دي؟ انا معايا دوري ابطال افريقيا انت ما بتلعبش فيه، معايا كاس عالم الانديه انت مش ما بتلعبش فيه ولا هتلعب فيه. ماسك لي ليه في الصفقات اللي انا اجيبها؟ انا جايب بن شرقي ليه؟ هو بن شرقي ده مش لاعب محترف؟ لاعب محترف ولا مش لاعب محترف؟ لاعب محترف. لما بص للنادي الزمالك وطلب فلوس ان هو في تجديد عقده عايز اكتر من 1 مليون دولار، رحت انت رفضت عشان احنا مش معانا فلوس، مشيته، مشي منك وزعلت وان هو مشي وخلاص بقى يعني يلا. لما رجع للنادي الاهلي، لا بن شرقي ده بن قلبي، ده زملكاوي، ده حبيبي، ده احنا مش هنسيبه ومسكنا مش عارف ايه، لا ما يروحش النادي الاهلي احنا مش مصدقين. ونزلت حزن وبوستات حزينه واغاني حزينه عشان بن شرقي راح النادي الاهلي. لو بن شرقي اتنقل من الريان للدوري السعودي مش مشكله عندك عادي يا عم. اهم حاجه مش يروحش النادي الاهلي، اهم حاجه ما يروحش النادي الاهلي. طب انت ما شتمتوش ليه ان هو رفض يروح الزمالك؟ عشان الزمالك ما فيهوش فلوس. ليه؟ لان انت سايب الاداره تعوم وانت داخل اي صفقه يعملها النادي الاهلي، ده جايب تريزيجيه، ده جايب بن شرقي، ده شكله هيخش على زيزو، ايه مش عارف ايه. نزلت بوستات والبوستات نزلت وهاجمت الاهلي في مباراه بيراميدز اللي هو انت بسببه لا عارف تشارك في ابطال افريقيا ولا عارف تشارك في اي حاجه، مش ماسك لي غير في الكونفدراليه. ما تمسك يا عم، هاجم المداره، هاجم الاداره. ما دام انت عارف مش عارف حكام، لما انت تظلم في حكم هاجم انت في مباراتك انت، في مباراتك انت. هو لما انا البنا ده لما انا بيجاملني حسب ليه ضربه جزاء للنادي اللي بيراميدز وهي مش ضربه جزاء؟ احمد توفيق لما ضرب الدبيس بكوعه قلت لا لا ولازم اخر دم عشان عشان يحسب له وعشان يطرد له، ما هي معروفه في اوروبا هي.
ما اتعرفت في اوروبا، معروفه ان اي لمس احتكاك بدون كوره دي معروفه ان هي ضرب. ارجع للفار واطرد يا باشا، ما عنديش مشكله. ما علينا، المباراه خلصت. اللي انا عايز افهمه لك ان انت تبص لادارتك ان انت ما عندكش صفقات، ما عندكش فلوس، عندك مشاكل اداريه، عندك مشاكل، مصايب بتحصل. مسكت في مباراه، مسكت في زيفو لحد ما وصل نهايه عقده 6 شهور، وتقول لك لا احنا زيزو مش عايزينه. بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ايه؟ بعد ما خلص، خلاص خلصنا. بعد ما الموضوع كله اتقفل، مسكت لي في زيزو ان هو ما يمشيش دلوقتي، عايزه يمشي. اي نادي في الدنيا، هو اي نادي في الدنيا هيدفع لك 6 مليون على 6 شهور؟ ده انت فاضل له 6 شهور. ده انا اروح اكلمه من وراك واقول لك يا زيزو لو خلص مع الزمالك وتعالى يا حبيبي انا هدفع لك ال 50 مليون. بصيت لنفسك. واي صفقة تدخل في النادي الاهلي فيها مشاكل. لو الاهلي واخد ابناء الزمالك، عمل كوبري لامام عاشور عشان ينتقل لنادي الاهلي. اسطوانه. بص ان هو انا اقرا البوست ده احفظه في دماغي، اقابل واحد اهلاوي: انتوا جمهور بيشجع بظهره، انتوا ما تفهموش كوره، احنا اللي نفهم كوره، احنا اساتذه كوره، احنا مهندسين كوره. مهندسين كوره ازاي وفين؟ ما هي بالافعال. وانا مهندس كوره، ما هيش بالافعال، مش بالرد. مش ان انا امسك كل مباراه واقول تحكيم، اتهزم واقول تحكيم، اتبهدل في الدوري واقول تحكيم. الاهلي لما يتهزم ما بتقولش تحكيم، عادي مش مشكله. ليه؟ لان انا مش باصص غير للنادي الاهلي. انا عايز اطمنك، الصفقات اللي انا بعملها مش عشان الدوري المصري. اي نعم هي هتلعب في الدوري المصري، بس مش عشان الدوري المصري. واتمنى ان هي تكمل، ما يكونش فيه اصابات زي اشرف داري. خلاص خلصنا. خلصنا. انا بعمل الصفقات دي لكاس عالم، بعمل الصفقات دي لدوري ابطال افريقيا. هيضيع مني مستوى زي الخرا، مستوى زي الخرا في ابطال افريقيا. هو ده اللي انا بفكر فيه. انا ما بفكرش فيك انت بره دماغي يا جدع. انا مش شايفك، والله ما شايفك. انا مش شايفك. انا الصفقات اللي انا بعملها دي ما تقولش يا ابنائي بن شرقي ده راجل محترف. انا بمضي وبشوف العقد اللي هو متقدم لي من اي نادي، يا يعجبني المبلغ يا يعجبني النادي. نادي بن شرقي حاول ان هو يلغي العقد لما جه للنادي الاهلي. فرح الراجل مبسوط، هيلعب في كاس عالم الانديه. كاس العالم للانديه بنسخته الجديده، يعني مجموعات، يعني في اكبر من 7 8 ماتشات عايز العبهم. نفسي نظهر في الناس دي، ممكن تعمل لي نقله تانية. هو ده اللي حقيقي لاعب في الدنيا بفكر فيه. مرموش حلم، بيحلم ان هو يلعب في اي نادي من الستة الكبار. عمره ما كان يحلم ان هو يلعب في مانشستر سيتي. ومجهوده وبامله وبحلمه وصل. ليه؟ لانه فكر صح. فكروا صح بقى. خليك ركز ركز في ادارتك يا اخي. هجم الاداره يا اخي. ما تقعدش تبص ليه يا اخي في كل حاجه يا جاي انت. لا حول ولا قوه الا بالله.